وهو ده اللي ما يخصنا الآن. أحمد صلاح. من؟ أحمد صلاح الأيوبي من قيادات 6 إبريل. الأخ أحمد صلاح بتاع قيادات 6 إبريل ده في مقالة خرجت في الواشنطن بوست، يا ريت لو يعرضوها لنا برضه. المقالة دي كانت بتاريخ 1/3. هي دي؟ واشنطن بوست بتاريخ 1/3/2011. بوست بارتس. المقالة دي في منتهى الخطورة. بتتكلم بس بسرعة والنبي يا فندم عشان الوقت بتاعنا خلص. بسرعة. المقالة دي أحمد صلاح بتحكي إن أحمد صلاح سافر للولايات المتحدة الأمريكية، تقابل مع مجموعة في وزارة الخارجية الأمريكية وفي البيت الأبيض، وانتقد إدارة أوباما في إن هي إذا كانت دعمتهم بطريقة غير كافية في الحركة الاحتجاجية بتاعتهم في أثناء النظام السابق، وبعد ما أسقطنا النظام لا يزال الدعم غير كافي. وابتدى يتكلم على الجنرالات بتاعه الجيش وازاي ان هم هيعملوا الاستفتاء اللي جاي يوم 19/3، ورسموا خريطه الطريق، وان خريطه الطريق دي هتؤدي الى وصول التيار الاسلامي للحكم، وهتؤدي الى تقويض التيار الليبرالي العلماني الذي قاد الثوره. راح لما هو ابعد من ذلك وطلب من اداره اوباما، ده حركه 6 ابريل، طلب من قيادات اوباما ان هو يضغط على القوات المسلحه المصريه بصفتها ان هي الداعمه ليهم تسليح وماديا بموجب المعونه الامريكيه بتاع كامب ديفيد، من خلال حاجه سماها هو لاداره اوباما، براح كمان بيسمي الامريكا اللي هي المشروطيه الايجابيه. يعني يجي الاداره الامريكيه للجنرالات بتاعتنا ويقولوا لهم احنا نقدر ان احنا نساعدكم في بناء اعاده اعمار مصر، نقدر نسقط عنكم الديون، بس سلموا الحكم زي ما احمد صلاح طلب من امريكا بتاع قاده 6 ابريل، سلموا الحكم لمجلس مدني. للبرده، سلموا الحكم للبرده. انا بشكر حضرتك على هذا لا ثانيه واحده بس، اسف، دقيقه واحده معلش ارجوك، بس عشان يعني انا هخلص الوقت بس اديني دقيقتين بس. مش هينفع دقيقتين لان انا عارف ان ممكن نقع من على الهوا دلوقتي. طب دقيقه واحده بس. قول يا بيه. اذا ده ما تمش فهو قال لهم اخشى بقى ان هو هيؤدي الى العنف والصراع والفوضى في الشارع، وده اللي بيحصل دلوقتي. اخر حاجه نيويورك تايمز في عدد 14/4/2011، نيويورك تايمز في 14/4/2011 قالت ان 6 ابريل تلقت دعم فني ومادي مباشر من حكومه الولايات المتحده الامريكيه ومؤسسات نشر الديمقراطيه. حجم الدعم الامريكي لحركات نشر الديمقراطيه في مصر بلغت 1.3 مليار دولار، ايكوال 35.7 مليار جنيه مصري. وثيقه ويكليكس رقم 2572 اللي اتنشرت في 2010 نسفت كل ادعاءات محمد عادل ان هم ما تمولوش وما تدربوش. قالت في 23 ديسمبر 2008 سافر قيادي من 6 ابريل الى واشنطن، حيث التقى بعدد من المسؤولين الامريكان واعضاء الكونجرس. ناقش هذا الناشط مع المسؤولين مخطط لقلب النظام المصري قبل الانتخابات الرئاسيه في 2011، يعني ما هي الثوره عفويه. كما اشار الناشط الى انه مهمتهم ستكون اسهل في حاله حصولهم على دعم مادي وتكنولوجي. دي وثيقه ويكليكس، قيادة 6 ابريل بنفسه راح طلب الدعم منهم. اخر حته بس، ان الثورات الملونه التجارب الناجحه اللي هو قال للشعب المصري اول امبارح ان دي تجارب ناجحه ضلل بيها الشعب المصري، لان الثوره في يوغوسلافيا قسمتها ل3 دويلات. الثوره الورديه في جورجيا دخلتها في حرب خسرتها وخلتها تخسر جمهوريتين. البرتقاليه في اوكرانيا انهيار اقتصادي وثقافي وانتهت حكومات الثوره بخساره الانتخابات بتاعتها. ثوره الارز في لبنان سقطت الحكومه بتاعتها وفشلت في احداث اي تغيير للمواطن بتاعها. ثوره باكستان وسقوط برويز مشرف اقتصاد منهار وفقدان لسيطرته الكامله على مناطق في الدوله بتاعته وتدخلات وضربات عسكريه امريكيه. ثوره المولدوف في 2009 لا تزال حتى الان افقر بلدان اوروبا. ثوره التوليف اللي هي الكوكازيا عادت الاضطرابات فيها بعد 5 سنين في 2011. يبقى هو ما هياش ثورات ناجحه زي ما هو ما ادعى. اخر حاجه بس هقول لحضرتك ان 6 ابريل هي كونكشن على طول او كونتاكت، دايركت كونتاكت مع الجمعيه الوطنيه للتغيير بقياده البرادعي. المنشور بتاع حركه 6 ابريل اللي اتوزع في ميدان وانا عايز اسال الجمعيه الوطنيه للتغيير دي مشهره في ايه؟ لما هي مش زي 6 ابريل، ما هو مش كيان. أونطة. انا بشكرك يا باشمهندس على